السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا يا رب تكونوا بخير وبألف خير. اللهم ارحم موتانا واشفي يا رب مرضانا. هناخدكم النهارده حضراتكم في جولة اقتصادية بسيطة. في خبر النهارده يا اخوانا المنتشر، عايزين نعرف فحواه والمغزى منه، اللي هو انضمام مصر لمجموعة البريكس. أولا حضراتكم يعني إيه مجموعة البريكس؟ ببساطة كده مجموعة البريكس عبارة عن مجموعة دول، 5 دول على رأسهم الصين وروسيا طبعا والهند والبرازيل وجنوب افريقيا. ده تحالف البريكس. وفي الفترة الأخيرة تم دعوة بعض الدول للانضمام إلى مجموعة بريكس. ال5 دول اللي في مجموعة بريكس دول بتقوم على التحالف والدعم الاقتصادي في المقام الأول. يعني قالوا إنه ده في دعم اجتماعي، تبادل تجاري، لكن هو في النهاية دعم اقتصادي. طبعا احنا ناهيكم عن الجانب السياسي، لأنه بيقولوا إن مجموعة بريكس دي نواة للقضاء أو الحد من الهيمنة الأوروبية، وده حقيقي. لكن خلينا نتناول الجزء الأخير حضراتكم، وهو انضمام مصر لمجموعة البريكس. هل ده في صالح مصر وفعلا هيفيدها؟ هنشوف حضراتكم. تم دعوة بعض الدول من ضمنهم مصر والإمارات والسعودية والأرجنتين للانضمام إلى مجموعة البريكس. طبعا السعودية كان موقفها واضح وقالت هندرس وهنرد عليكم، لكن مصر كانت بتهلل وفرحانة. وطلع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وقال ان انضمامنا لمجموعه البريكس ده خبر طيب، لانه هيخلينا نحصل على قروض. اذا كان في مكسب لمصر من الانضمام لمجموعه بريكس، ده قال الدكتور مصطفى مدبولي ان مصر سوف تحصل على قروض، لان مجموعه البريكس ده عندها بنك اسمه بنك التنميه. والدكتور مصطفى مدبولي قال ان مكسب مصر في انها ممكن تحصل على قروض. اذا كانت القروض مكسب، خلاص يبقى مصر تكسب النهارده. انا عمري ما شفت حد يفرح بالقروض. ده موضوع البريكس باختصار، عشان خاطر حضراتكم ما نصعبش عليكم الموضوع. يا رب نكونوا قدمنا معلومه خفيفه ظريفه، ووفقنا الله لما فيه الخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.